المروك جهة المروك الزغاريت يزغرتوا ملاو الدنيا، والبندير والزهو والشطيح والرديح. سيدي واش غير الخير؟ ديتو كاس افريقيا والله؟ قال لك لا ما داوش كاس افريقيا، ما ديناش كاس افريقيا. ديتو كراج بيلات والله؟ لا قال لك ما ديناش كراج بيلات. واش الصحراويين اعترفوا بمغربيه الصحراء؟ قال لك لا مش الصحراويين اعترفوا بمغربيه الصحراء. الاسبانيول نحوا الحبل الازرق؟ لا ما نحوش الحبل الازرق اسبانيول ابدا. يا تروش العرس هذا لنا يضعتكم، فرحونا معاكم. المؤذن الزوجه؟ لا المؤذن خاصو حي، راه لا هي يلعب زال. يا ودي وش الحيه هذا على الافراح هذه؟ فرحونا معاكم، زهونا معاكم، ضحكونا معاكم. قال لك والله رايحه تعاقب الجزائر. غير الخير علاه يعاقبونا؟ قال لك رايحين يعاقبونا بسبب امتلاك الجزائر لطائرة السخوي الروسية. قولوا والله هذه سبب الزغاريت وسبب الفرحة تاعكم. أرواح اي اجري هنايا إيسي كوش. مالا الولايات المتحدة الأمريكية الجزائر وانت فرحت، انت فرحت انت يا باسكو نهار اللي الجزائر يعاقبوها انت يا تدخل تدي يا كراج بيلات تدي شعر. بان ليك منظرك، نبداوها لك منظرك. واش هي الحكايه؟ الحكايه سهله وبسيطه ومش محتاجه الكثير من التكرير. اولا ما حدث هو مجرد نقاش عادي. فالنقاش يدور حول تطبيق قانون قديم في الولايات المتحدة الأمريكية من 2017 اسمه قانون كاتسا. قانون كاتسا هذا يعاقب الدول التي تتعامل مع روسيا، يعاقبها سواء بالدول اللي تشري سلاح على روسيا، أي دولة تشري سلاح على روسيا، أو خاصة في مجال التسليح أو في مجال الصفقات الكبرى. لما دولة من الدول في العالم تبرم صفقة كبرى، حتى ما تكونش صفقة تاع السلاح، صفقة اقتصادية، صفقة كبيرة مع روسيا، هذا قانون كاتسا قد يطبق على تلك الدول. طيب كيف وما هي آلية تطبيق هذا القانون؟ آلية تطبيق هذا القانون هي أنه مجلس الشيوخ يقترح دول تتعاقب، وقد تعاقب وقد لا تعاقب، ماهوش تلقائي. مش أي دولة تتعامل مع روسيا تتعاقب، هذا قانون انتقائي، قانون انتقائي لا يطبق بشكل ملزم أو يطبق بشكل أوتوماتيكي أو بشكل آلي، ولكن يطبق بشكل انتقائي. اللي صرا مستشار أمريكي في نقاش، سئل نقاش صحفي سئل هل بعد ما اقتنت الجزائر طائرة السخوي وهي أخطر طائرة في العالم على الإطلاق، بعد ما اقتنت هذه الطائرات هل ستصبح معرضة لقانون كاتسا أم لا؟ فكانت الإجابة هي أنه قد، يعني مادام دولة شرات سلاح قد، مادام الجزائر جابت سلاح استراتيجي وسلاح مهم جدا وغالي جدا شريته من روسيا، قد تتعرض إلى عقوبات قد. طيب كيف؟ صح. فكانت الإجابة أنه هذا الأمر لما يناقش سرا في مجلس الشيوخ وفات الحديث، يعني مجرد كلام. احنا ندو هذا الكلام ونبداو نناقشوه، نبداو نقوم بتفكيكه ونفهموا وش هو قانون كاتسا. أو من الممكن أن الجزائر تشمل بهذا القانون؟ طبعا لا،
لعدة أسباب. السبب الأول أنه اقتناء هذا السلاح من روسيا يقابله اقتناء أسلحة أيضا استراتيجية ومهمة من الولايات المتحدة الأمريكية. فعدم الانحياز الجزائري، وهو سياسة قديمة في الجزائر، لا يزعج الولايات المتحدة الأمريكية ولا يزعج أحدا. فسياسة عدم الانحياز، وأن الجزائر مثلما تتعامل تشري سلاح من روسيا، تشري سلاح من الولايات المتحدة الأمريكية، تشري سلاح من أوروبا، تشري سلاح من اليابان، تشري من الصين، تشري من كل مكان، وهذا حقنا كجزائري. اثنين، سبب اقتناء السلاح في حد ذاته يعفي الجزائر من أي شبهة. الجزائر تشتري السلاح من أجل مكافحة الإرهاب. قبل أيام مسعد بولس كان موجود في الجزائر، وقائد حتى القوات الإفريقية الأفريكوم، قائد القوات الأمريكية في إفريقيا الأفريكوم، اللي يزور الجزائر كثيرا، وأيضا كانت كاينة تدريبات عالية المستوى أو مناورات عالية المستوى بين البحرية الجزائرية والبحرية الأمريكية. في إطار ماذا؟ في إطار مكافحة الجزائر. شريك أساسي، شريكة مع الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب. فمعروف سبب اقتناء هذه الأسلحة. ثم إن الجزائر لما تقتني الأسلحة تقتنيها لأغراض دفاعية وليست لأغراض عدوانية أو أغراض هجومية. بكل بساطة الجزائر ما شرتش السلاح هذا أو اقتنت السخوي هذه باش هي من أجل تأمين حدودها، بل بالعكس. الولايات المتحدة الأمريكية دائما، وخاصة في مجلس الشيوخ، بعيدا على الأصولية بعض النواب، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية دائما تبدي إعجابها من قدرة الجزائر على حماية حدودها وعلى مراقبة حدودها وتجربتها في مكافحة الإرهاب. ما دخلت عندنا القاعدة، ما دخل عندنا بوكو حرام، ما دخلوا عندنا داعش، ما دخلوا، يعني حدودنا دائما مؤمنة وسياستنا واضحة. دنا من الحدود ينتهي الوجود. فهذه بالعكس، هذه السياسة تثير إعجاب الولايات المتحدة الأمريكية. ثم إن الجزائر أيضا، فضلا على أنها تمتلك قوة وترسانة عسكرية دفاعية ولأغراض دفاعية وليست هجومية. احنا ما نهاجموش، سلاحنا نقتنيه غالبا هو سلاح دفاعي. حتى الأس 400 والأس 500 منظومة الصواريخ هذه أيضا ليست بغرض الهجوم وليست هجومية هي في حد ذاتها، هي ترد وتصد الهجومات إذا وقعت عليها، ولكن أنها تهاجم ماهيش مخدومة ومصنوعة للهجوم، هي تدافع. يعني كي نقولوا اس 400 مش راح يطيح على بلده ولا يطيح على مدينه ولا يطيح على قريه، لا ابدا. الاس 400 يواجه الطائرات اللي تجي تهاجم، يواجه سرب من الطائرات، صاروخ واحد يطيح 20 طائره. هذه هي القوه التي تكمن في صواريخ الاس 400. فعندنا او مضادات للدرونات او الرادارات المتطوره، كلها موجودة لأغراض دفاعية. الأسلحة الجزائرية هي أسلحة دفاعية وليست أسلحة هجومية في عمومها، نقولوا في عمومها. اثنين، هناك العديد من الدول اللي تشري سلاح من روسيا وتشري في أسلحة استراتيجية وقوية جدا، من ضمنها مصر. وسبق وسمعنا كلام هذا كما هذا قيل عن مصر سابقا. مصر بالعكس، مصر تشري أكثر من الجزائر، تشري من روسيا وتقتني الأسلحة الاستراتيجية هذه من روسيا أكثر من الجزائر. كاينة أيضا تركيا، ما عندهاش، عندها أيضا، وتعرضت لهذا النوع وعوقبت كما نقولوا عقوبات، ولكن ماهيش عقوبات، كانت عقوبات جزئية، يعني جزئية. هما كيفاش يعاقبوا؟ المروكي العياشي أروح يقولوا العلماء تاوعكم والله غير ومعهم ثاني الأبواق. زيطوط داير عرس فرحان، يعني يا ودي حشموا على عرضكم، حشموا على اصلكم، ماهيش هكذاك. كيفاش تكون العقوبات ما تكونش حرب مباشره ولا هي عاده تكون تاخذ طابع يعني يشبه العقوبه، هي ماهيش عقوبات. وهذا وقع، هذا الشيء وقع مع تركيا، هذا الشيء راه وقع مع تركيا بعد ما وسعت من تعاملاتها وشرات أسلحة
مهمه وخطيره ودارت صفقات كبيره مع روسيا. الحين التكنولوجيا، براءة الاختراع، مانيش عارف، بيع رخص تاع تكنولوجيا، هذا ما كان يعني اشياء تتعلق بالويندوز، تتعلق بالابل، تتعلق، هذه تمشي في هذه الامور ولا تتعداها. نافذ وبلد قوي وبلد متمكن.